السلام عليكم الإخوان والأخوات، كلشي بخير لاباس عليكم الحمد لله. كل الدول الإسلامية عندها جوج ديال الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا الجزائر عندها ثلاثة ديال الأعياد. كل سنة كيحتفلوا بعيد الفطر وعيد الأضحى وتدشين منجم الحديد غارة جبيلات. من 1952 إلى اليوم كل سنة كيدشنوا منجم الحديد غارة جبيلات، ومن 1952 الى اليوم ما عرفوش يجبدوا منه معلقه واحده ديال الحديد. هاد الايام كثرت الهضره بزاف على داك المنجم وكثرت الاسئله، واولها هذاك المنجم ديال من بعدا، واش ديال الجزائر ولا ديال المغرب ولا ديال المغرب والجزائر معا. اليوم غنشوفوا المشاكل المتعلقه بهذاك المنجم، واولها مشكل قانوني، استغلال هذاك المنجم مكتوب في نفس الورقه اللي مكتوبه فيها اتفاقيه ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، واستغلاله مربوط بترسيم الحدود. يعني في حالة تم استغلاله دون موافقة المغرب ما بقاوش عندنا حدود بيننا وبين الجزائر. حنا غنجيبوا الوثيقة الرسمية وغنقراوها مجموعين وغنشوفوا اشنو مكتوب فيها. من 1952 الى اليوم فرنسا اللي اكتشفت داك المنجم دارت عليه دراسات، الجزائر دارت دراسات، ومن بعد جاو الالمان والبريطانيين والكنديين والاستراليين، وفي الاواخر جاو التواركه والشينوا، كلهم داروا دراسات على هذاك المنجم وكلهم توصلوا الى نفس النتيجه، أنه لا يصلح لشيء إلا لتبرديع بصبع، وأنه أحسن طريقة باش يبيعوا ليه الوهم ديال أنهم كلاو ليه فلوس الغاز وكلاو ليه فلوس البترول وغادي يخلفوهم ليه بشوية ديال التراب لقاوه في الصحراء. احنا مشينا جبنا هذوك الدراسات وحنا غادي نشوفوا اشنو مكتوب فيهم. اليوم إن شاء الله غنجاوبوا على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع بالوثائق والأدلة ونسدوا هذا الموضوع هذا نهائيا. خليك معايا وغتفهم. اليوم كراج بلاد حقيقة ما بقاتش آفاق ولا حلم ولا. السكة الحديدية رانا نبني فيها، رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف لبشار، نديرو مصنع تركيز في بشار باش من تما المادة الخام تمشي المصانع نتاع الحديد والصلب في وهران في عنابة وفي جيجل. ندخلوا في الموضوع. ما كاينش شي حاجه رسميه اكثر من جريده رسميه. احنا اليوم مشينا جبنا جريده رسميه ديال الجزائر، غادي نشهدوا على روسهم. هذه الجريده الرسميه ديال الجزائر عدد 48 بتاريخ 15 جوان 1973، واللي نشروا فيها اتفاقيه ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر. الفقره الاولى في هذه الجريده الرسميه كتقول بان الهواري بومدين رئيس الجزائر يوافق على الاتفاقيه وينشرها في الجريده الرسميه، يعني هما متفقين على داكشي اللي غيجي من بعد. Déclaration algéro-marocaine de Rabat. Nous, Hassan II, roi du Maroc, et Houari Boumediene, président de l'Algérie, considérant ديك المسائل البروتوكولية. Article 1 الفقرة الأولى: اتفق المغرب والجزائر على ترسيم الحدود حسب الخرائط من 1 حتى 15 المرفوقة بهذا الاتفاق. وهنا كاين تفاصيل ديال اتفاق ترسيم الحدود، مترو بمترو، مركالة، حس الهوارية، إقمات، تنجوب، تبراتين، بشار، بني ونيف إلى آخره. أرتيكل 2: هذه الحدود تعتبر برية وجوية وكتحدد المجال الجوي ديال كل بلاد. الفقرة 3 و4 و5 كتتكلم على لجنة مشتركة ما بين المغرب والجزائر غادا تخرج لعين المكان وغادا دير الترسيم ديال الحدود وتحط دوك لي بورن اللي كيكونوا في الأرض باش كل واحد يعرف الحدود ديالو فين كاينين. أهم فقرة هي هذه الفقرة 7: اتفق الطرفان على أن هذا هو الترسيم النهائي للحدود بين المغرب والجزائر. ونجول الفقرة 9 كتقول بأن هذه الاتفاقية سيتم تسجيلها في الأمم المتحدة. إمضاء عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر، والسي أحمد طيب بن هيمة وزير خارجية المغرب. وهذا هو التوصيل ولا الوصل ديال التسجيل ديالها مع الرقم التسلسلي ديالها في الأرشيف ديال الأمم المتحدة. يعني الجزائر كتعترف بهذه الاتفاقية وسجلتها وموافقة عليها. المشكلة أن الاتفاقية بقى ما سالاش. يلا قرينا الفقرة الأولى منها، نشوفوا شنو مكتوب لتحت. Convention de coopération entre l'Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara Djibilet. اتفاقية التعاون بين المغرب والجزائر لاستغلال منجم غارة جبيلات. Sa Majesté le roi du Maroc et Houari Boumediene en application de l'accord إلى آخره. الفقرة الأولى: Il sera créé dès l'entrée en vigueur de la présente convention et dans les meilleurs délais une société algéro-marocaine pour la mise en valeur de la mine de Gara Djibilet, désignée ci-après Société algéro-marocaine par abréviation la SAM. سيتم إحداث ابتداء من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية شركة ما بين المغرب والجزائر سميتها لا SAM، مكلفة باستغلال منجم غارة جبيلات. في نفس الصفحة اللي مكتوب فيها اتفاق ترسيم الحدود مكتوب فيها
إحداث شركة لاستغلال هذاك المنجم. ارتيكل 2 هذه الشركة الهدف ديالها أشنو هو؟ transporté par voie ferrée depuis la mine jusqu'au port de chargement, embarqué, commercialisé 700 millions de tonnes de minerai de fer de Garat Jabilat. الهدف ديال هذه الشركة هو إنتاج ونقل عبر السكة الحديدية ديال 700 مليون طن ديال الحديد من المنجم إلى الميناء. الوغ هنا كيهضروا على نقل الحديد عبر السكة الحديدية 700 مليون طن من المنجم إلى الميناء، ولكن ما كتبينش الميناء. الاتفاق ما ذكرش الميناء، ولكن أغلب الظن أن الاتفاق كان على ميناء طرفاية. كان المغرب غادي يعطيهم البور ديال طرفاية ويخصص لتصدير الحديد، ولكن بنادم سخن عليه راسو. الفقرة الرابعة l'État algérien garantit la livraison à la SAM d'une quantité totale de 700 millions de tonnes de minerais. تتعهد دولة الجزائر أنها غادي تسلم 700 مليون طن ديال الحديد لهذيك الشركة المشتركة. البند الأول أن المغرب كياخذ من داك الحديد جميع الاحتياجات ديالو للصناعة المحلية. La satisfaction des besoins locaux des sidérurgies marocaines sera assurée par les prélèvements sur cette quantité. يعني من ديك 700 مليون طن اللي خاص الجزائر تعطي للتصدير، أول واحد كياخذ داكشي اللي خاصو منها هو المغرب. ومن بعد كيهضروا على التفاصيل ديال كيفاش غيتحسبوا التكاليف، كيفاش غيتحسبوا الأرباح إلى آخره. الفقرة 13 كتقول بأن هذه الشركة غادي يكونوا الأسهم ديالها 50% مغربية و50% جزائرية، وغادي يكون عندها جوج ديال المقار، مقار في الجزائر ومقر في المغرب. ومجلس الإدارة ديالها مكون من أفراد العدد نص ديالهم مغربي ونص ديالهم جزائري، يعني 50-50. لو كابيتال سوسيال سوغا فيكسي انيسيالمون ا 2 مليون دو دولار يو اس. حتى رأس مال الشركة تم تحديده بالدولار، غادي يكون رأس مال الابتدائي باش تبدا ديك الشركة 2 مليون دولار. المغرب غيعطي مليون دولار والجزائر مليون دولار، وغادي يكونوا شركاء بالنص. لا كونتابيليتي de la SAM sera tenue de manière identique dans les deux sièges et libellée en dollars US. يعني حتى لا كونتابيليتي ديال ديك الشركه والفاكتورات والبيع والشراء والحسابات البنكيه بالدولار الامريكي. ونعرف بان هذه الافكار ديال حسن الثاني، لان عارف هذاك الدينار كيصبح بثمن وفي العشيه كيصبح بثمن اخر. فقره 16 الحسابات البنكيه ديال هذيك الشركه غتكون فقط بالدولار. وحتى الا وقع مشكل او سوء تفاهم في تسيير هذيك الشركه، le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale sera appliqué dans les cas non réglés par le présent article. يعني في حالة سوء تفاهم أو إلا كان مشكل قانوني ما بين المغاربة والجزائريين بخصوص هذه الشركة، فالقانون الدولي هو اللي كيحكم بيناتهم. وأهم فقرة هي الفقرة 19 اللي كتقول سيتم اعتماد هذه الاتفاقية ابتداء من الموافقة عليها. يعني الاتفاقية ترسم الحدود ومعها اتفاقية استغلال منجم غارة جبيلات. في أغابة le 15 جوان 1972 سيني طيب بن هيمة وزير خارجية المغرب، عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر. نزيدكم ولا براك ملي كتسمع اتفاقية دولية كيريحوا فيها عام عامين 3 سنين ديال المفاوضات، لأن كلشي في التفاصيل، وأي حرف غيرتيه من الاتفاقية تسقط الاتفاقية، أي بند ما احترمتيش من الاتفاقية تسقط الاتفاقية. الاتفاقية كتكون باكيج مجموع. اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر بالخرائط ديالها بالنقط ديالها بالمتروات ديالها، كل مترو ديال من مربوطة باستغلال منجم غارة جبيلات بين المغرب والجزائر 50-50، نص بالنص. الإخلال بأحد بنود الاتفاقية يسقط الاتفاقية. واضحة وضوح الشمس في نهار جميل. اتفاقية فيها 27 بند، إلا حيدتي منها بند واحد كطيح الاتفاقية كاملة. ماشي غنشدو 26 ونطيحو داك البند بوحدو، ما كايناش هاد القضية في القانون الدولي. هذا غير باش نبينو هذاك المنجم ديال من. حنا من بعد غنشوفو بأنه أصلا ما صالح لوالو. حنا كنشوفو غير الناحية القانونية، بأن إلا استغلوه، وهاد الاتفاقية مسجلينها هما بيديهم في الأمم المتحدة، ووريتكم التوصيل باش مسجلينها والرقم التسلسلي ديالها. يعني خصنا نعاودو معاهم من الأول المفاوضات ديال ترسيم الحدود. وكنظن هادشي علاش المغرب ساكت عليهم باش تنقض هذيك الاتفاقيه. ما عمرنا سمعنا تعليق واحد ديال مسؤول مغربي واحد، من اكبر مسؤول الى اصغر مسؤول في هذه البلاد، كيعلق على ذاك المنجم. وانا كنظن بان الهدف ديال المغرب هو انهم يستغلوه فعلا، وسهل جدا ديك الساعه تاخذ حكم من محكمه العدل الدوليه بالغاء هذه الاتفاقيه لعدم احترام احد البنود ديالها، ونعاودوا معهم التعزيل في قضيه الحدود. هذا الجانب القانوني. شنو هو المشاكل اللي عند هذا المنجم هذا؟ يكفي تشوف في الخريطه، هذا المنجم كاين في منطقه ما غتلقاش حتى الماء ما تشرب، يعني قرعه الماء ديال الاطر ونص ما عندكش فين تعمرها، فما بالك بملايين الامتار المكعبه ديال الماء اللي غادي تخصك تما. كنظن مشكل الماء بلا ما نطولوا فيه، كنا كنعرفوا شنو هي تيندوف، كنا كنعرفوا شنو هي الصحراء. ما كاينش لا واد ولا ضايا ولا بير ولا بحر ولا حتى الماء ما تشرب
ولا سخنات لك الطوموبيل تما ما كاينش حتى الجيترو ديال الماء باش تخويها في الرادياتور، فما بالك بملايين الامتار المكعبه اللي خاصك لاستغلال منجم بحال هذاك. اذا كان بوصبع كيفكر يسول راسو، هو ما لاقيش حتى الماء ما يشرب، وما لاقيش الماء باش يدوش، وما لاقيش الماء باش يغسل حتى الجنابه ولا يغسل حتى النجاسه ديالو ملي تيخرج من الطواليت، فما بالك غادي يستغل منجم في العمق ديال الصحراء. نجيو للقضيه ديال الترونسبور وديال النقل. في نص الاتفاقيه مكتوب حرفيا: Considérant que le Maroc dispose de par son territoire de la possibilité d'évacuation du minerai de fer par un port marocain qui sera situé sur l'Atlantique. هالمحيط الأطلسي في المذكور حرفيا مكتوب أن التصدير سيكون عبر ميناء مغربي على المحيط الأطلسي. وأنا قلت لكم غالبا غادي يكون ميناء طرفاية. غتاخد جوجل مابس وغتعبر المسافة من غار الجبيلات للمحيط الأطلسي، كاينة تقريبا 250 كيلومتر. حسب نشرة أخبار الثامنة في قناة اليتيمة في الجزائر، جالسين كيصاوبوا السكة حديدية من غار الجبيلات إلى البحر الأبيض المتوسط، الطول ديالها غادي يكون تقريبا واحد 1500 كيلومتر. نساو التكلفة ديال هذيك السكة الحديدية اللي تقريبا ما بين 6 و 8 ديال المليار دولار، وواخدين كريدي من عند الشينوا. حسبوا غير التكلفة. التران الحساب ديالو ساهل، كيتحسب بالكيلومتر. إذا مثلا طون غيتقام عليك 250 كيلومتر ب 10 دراهم، 1500 كيلومتر ضربتي المسافة في 6 غتضرب الثمن في 6، يعني غدوز من 10 دراهم للطون إلى 60 درهم للطون. هذا فقط تكلفة النقل، دون احتساب هذاك التران بشحال مقيوم، ودون احتساب هذيك السكة الحديدية بشحال مقيومة، ودون احتساب التكاليف ديال التشغيل ديالها. غير بغينا نبينوا الموضوع. أما المفيد هو هذا اللي غنشوفو دابا، هو أن هذاك المنجم براسو ما صالح لحتى حاجة. هذه ماشي هضرتي، هذه هضرتهم. قبل ما يدخل عندي بوصبع في التعاليق بدا يقول لي لا واش شي ما كاينش، انا غنقول لك شنو خاصك دير. غتدخل لجوجل وغتكتب 3 ديال الكلمات، غتكتب كاغا جبيلات فوسفور، 3 الكلمات في جوجل، كاغا جبيلات فوسفور، غيخرج لك 700 مليون الف دراسه كلها كتقول نفس الهضره، وكلها تبقى مكتوبه فيها كلمه فوسفور. من 1952 في دارت فرنسا هاد الدراسات الى اليوم كلشي تيقول بان هذاك المنجم الحديد اللي فيه اللي كونطاميني، يعني موبوء بمادة الفوسفور. شنو هي المشكلة ديال الفوسفور هذا؟ الفوسفور هو العدو ديال الحديد. الحديد إلا فيه غير 0.01% ديال الفوسفور كيولي كاسون، يعني تصاوب برا ديال الحديد وتلقى مع الأرض غتشتت. حديدة إلا طاحت لك من يدك غتهرس بحال الدجاج. وحنا كنشرحوا هذا الموضوع في الشاشة، غادي يبانوا لكم الدراسات اللي بغى يمشي ليها، راه نحط العناوين ديالها اللي داروها الفرنسيين، اللي داروها الجزائريين، اللي داروها الألمان إلى آخره. كلها كتقول بأن مشكلة حديد غار الجبيلات هو الفوسفور. اي حاجه صنعتيها من داك الحديد، صوبتي منه الطوموبيل ولا صوبتي منه برا ديال الحديد ديال البنيه ولا صوبتي منه باب ولا اي حاجه، تضربها بيدك تهرس لك. اول حاجه خاصك دير في هذاك الحديد قبل ما يولي حديد هي تحيد منه ماده الفوسفور. كيفاش كيتحيد هذا الفوسفور هذا؟ كاين طرق، بطبيعه الحال كاين طرق تقنيه باش تحيده. مشكلتهم هي التكلفه. هذيك الملايين ديال الاطنان ديال الحديد كلها خاصك تذوبها. باش تذوب ما يكفيكش الغاز ديال الجيري كامل. باش تذوب 700 مليون طن ديال الحديد خاص الجزائر تحبس التصدير وتوجه الغاز ديالها كله لهذاك المنجم. يلا تذوب هذاك الحديد، ومنين يذوب عاد كتزيد عليه مواد كيماويه وكيعاود يتصفى باش تحيد منه الفوسفور. ملي غتحسب الثمن ديالو بشحال تقام عليك في الاخر، غيتقام عليك ب5 المرات ثمنه باش غتبيعو. هذه الدراسه داروها مهندسين جزائريين، لان عكس ما كيظن الكثير الجزائر فيها ناس قاريين وفيها ناس علماء وفيها دكاتره. مشكلتهم ان ما عندهمش حسابات على المواقع وما يقدروش يجيو يهضروا، وما غيحلش حساب في تيك توك ولا في تويتر ولا في يوتيوب، لان ما غيباتش في دارهم. اذا جا مهندس او دكتور جزائري وشرح للجزائريين عباد الله هذا الشيء هذا راه ما يمكنش يخرجنا، هذاك السيد ما غيباتش في داره، غادي يبات في عند المخابرات عبله هو العتروس الكحل، غيبات مقصر هو داك العتروس الكحل اللي على بالكم اللي جاي يقول لهم الصراحه ان هذا الحديد هذا باش يمكن تستغلوا خاص الجزائر تحبس الاكسبور ديال الغاز. هذا هو الاول، اول حاجه بعدا باش يمكن تذوب هذاك الملايين ديال الاطنان ديال الحديد، لان باش تذوبها خاصك افران، والافران تخدم بالغاز. دونك بوصبع الا بغيتي الحديد نسى الغاز، ولا بغيتي الغاز نسى الحديد، وانت في الاخر ما غتاخذ لا الاول لا الثاني، يكون هاني. هاد القضيه ديال الفوسفور هي باش الشينوا كما تنقولوا حنا المغاربه بيعوهم العجل. الشينوا غادي يبيعوا لهم السكه الحديد 8 مليار دولار، وغيبيعوا لهم حتى الوزينات، وغيبيعوا لهم عدد ديال الحوايج، وغادي يخليهم يخلصوا واحد 20 عام ديال الكريدي. الفكره ديال الشينوا حاليا انا ما داخلينش معاهم بشراكه، داخلين كوم بريستاتير. حنا عندنا الحل، خلصوا لهم وصوبوا لكم، ويصوبوا لهم داكشي اللي بغاو، ويصوبوا لهم الوزينات، ويصوبوا لهم التران، ويصوبوا لهم كاع داكشي اللي بغاو، وغادي يخليهم غارقين في الكريدي وغيزيدوا بحالهم. هذا المنجم فعلا فيه ملايير الاطنان ديال الحديد، مي طونكو ما لقاش شي واحد شي طريقه تقنيه باش يحيد داك الفوسفور من هذاك الحديد لا يصلح لشيء. هذه الدراسه داروها مهندسين جزائريين وتوصلوا لنفس النتيجه. هذا
دكتور جزائري في واحدة من أكبر المدارس ديال المعادن في فرنسا، كتب دراسة وتوصل حتى هو لنفس النتيجة، أن البعد الجغرافي ومشكل الماء ومشكل الفوسفور يمنع استغلال هذا المنجم. في 1952 فرنسا اكتشفت ذاك المنجم، وأول ما اكتشفوه خدوا عينات داروا لها التحاليل طلع لهم مشكلة ديال الفوسفور. حسب اتفاقية إيفيون أي حاجة كاينة في الصحراء ملك لفرنسا، الغاز والبترول وجميع المعادن، ومن بينها هذا المنجم هذا كون عرفوا فيه الربح ما يخليوش ليهم. فرنسا بداتها مال الاخر، اكتشفت الحديد في موريتانيا في نفس الفترة ولا زالت تستغله إلى اليوم. علاش ما استغلش الحديد ديال الجزائر؟ لأن التكلفة ديال التنقية ديالو أكثر من ثمنه، وكون كان الحديد كيدير الفلوس كون موريتانيا هي دبي. موريتانيا من أكبر مصدرين الحديد في العالم، كيجبدوه تراب وكيبيعوه تراب. الحديد ديال موريتانيا أصلا كيتلقى رخيص، عندهم 3 ديال المناجم كبيرة مازال كتستغلهم فرنسا إلى اليوم بشراكة مع الموريتانيين. كيهزوا الحديد من المنجم كيديروا في التران كيوصلوه للميناء ديال نواديبو كيبيعوه كيتخلصوا فيه فلوس. هذاك الحديد يلاه كافيه موريتانيا باش تشري البصله والمطيشه والبطاطا من عند المغرب. هاهي موريتانيا جارتكم بهذاك الوهم اللي كيبيعوا البوصه في الاخبار ديال النشرات الثامنه. هذاك الحديد كله فلوس، كون كانت بصح كره موريتانيا هي ابو ظبي ولا هي دبي. اي واحد مشى لموريتانيا ولا شاف غير موريتانيا في التصاور كيعرف بان موريتانيا عباره عن صحراء ديال وسط منها شانطي. هذه موريتانيا، هادو هما فلوس الحديد كافيهم باش يشريو البصله والمطيشه والبطاطا من عند المغرب. نقطه الى السطر. كيبيعوا الوهم البوصبع ان هذاك الحديد غنديروا به وغنفعلوا به. انا كنقول لك خصك الحديد من هذيك المنجم نهزو كاع ونحطوه في جنب البحر، غير التكلفه ديال التصفيه ديالو حتى واحد باغي يشريه من عندك، لان ببساطه غيتقام ب3 ولا 4 المرات الثمن ديالو. ما نطولوش في الموضوع اكثر من هذا الشيء، كنظن بان نفهم المشكل القانوني المتعلق بهذاك المنجم، وانه مربوط باتفاقيه تصميم الحدود مع المغرب، وان اول باره ديال الحديد غادي تجبد منه غتجبد معاه مشكل قانوني يتعلق بترسيم الحدود. مشكل الماء راه واضح، مشكل الترونسبور كنظن انه واضح، ومشكل الفوسفور هذاك طونك شي واحد ما لقاش لهم اون سوليسيون تكنيك ولا حل تقني باش يصفي داك الحديد من الفوسفور بلا ما يستغل الغاز ديال الجزائر كلها، غيبقى هذا المشروع كل سنه عيد الاضحى عيد الفطر وعيد تدشين منجم غار الجبيلات اللي تبرديه بوصبع. المره الجايه ما تبقاو كيهضروا في هذا الموضوع ما تبقاوش تسولوا راسكم واش ديالنا ولا ديالهم. دابا كنظن بانكم فهمتوا بان عندنا النص في هذاك المنجم، وان المنجم كيسوى والو، واننا عندنا النص في والو، واننا نمشيو حتى حطوا فيه يديهم وغادي نعاودوا معاهم التعازيل على قضيه الحدود. بارطاجي او ماكسيموم باش كاع الناس تكون عندهم معلومه صحيحه، واللي يهضر عن علم عارف شنو كيقول. ما تنساوش الاشتراك في القناه، وشكرا على الدعم ديالكم، تبارك الله عليكم وخليتكم على خير.